وسيدنا يوسف وسيدنا موسى جم مصر، لكن ما فيش حاجه في الاثار تثبت وجوده. وكملت اللي هاجموني موقع اسرائيلي بالنص قالوا ان زي حواس بيكذب التوراه وانه بيكره اسرائيل. وجم بتوع الازهر هجوم بشع وشرس ان انا لا اؤمن بالقران الكريم. انا ما قلتش كده، انا بقول يا جماعه من الناحيه العلميه ايه اللي حصل؟ طفوا النور تاني، خلي النور زي ما كان تاني. يا جماعه من الناحيه العلميه مفيش نص موجود لوجود الانبياء اطلاقا. ليه؟ كل ملك في مصر القديمه كان في 5 حاجات لازم يعملها عشان يبقى اله. يبني مقبره لنفسه، يبني معابد عشان يتعبدوا فيها عليه وللالهه، يوحد مصر العليا والسفلى ويقدم قرابين الالهه، واهم حاجه يهزم اعداء مصر. لو هزم اعداء مصر وال5 حاجات يبقى اله. هو سيدنا موسى وقومه هزموا الفرعون، هزموه الملك، فلا يمكن ان يسجل هذه الحادثه اطلاقا، ولا يمكن ابنه هيسجل الحادثه دي اطلاقا. تعالوا بقى نشوف هل في بعض الاشارات ممكن. بعض الاشارات عندنا مقبره بتاعت خانوم حدد في بني حسن 37 اسيوي لابسين ملابس زاهيه والدقن، رئيس المسؤولين في شعب الدقن. المصري القديم ما كانش الدقن. فاكرين انا وقفت مسلسل